السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة كلاب ساندويتش. طريقته بسيطة وسريعة ومشبع، ممكن ناكله فطار او عشاء. اول حاجة معانا خبز التوست. هنعمل اول واحد بصوص حراق هوت صوص. بعد كده هنحط قطعة فلامنك. بعدين عندنا شرايح الطماطم، شرايح الفلفل، بعدين هنحط شريحتين كده من الرومي المدخن. ممكن نضيف كابوتش او اي خضروات تانية انتوا بتحبوها. هنا بقى حطينا شريحتين رومي مدخن كده يبقى جاهز معانا. دلوقتي بقى هنحطه في التوستر، ولو ما عندناش توستر ممكن نعمله على قلاية فوق البوتاجاز. هنحطه على قلاية فوق البوتاجاز مع حتة زبدة. دلوقتي بقى بنعمل واحد تاني نفس الخطوات بس بدون صوص للي ما بيحبش الحراق. طبعا ده بدل ما بنشتريه من برا، بيكون اوفر واحسن وكل حاجته موجودة عندنا في التلاجة يعني. ان شاء الله يا رب يعجبكم. شايفين شكله بجد قد ايه جميل ولذيذ، يا رب يعجبكم. ممكن نعمل معاه شاي او عصير، بجد يفتح النفس ومشرف لو عندنا ضيف على الفطار او عشاء خفيف. واسمعوا بقى صوت القرمشة، بجد حكاية. شفتوا قد ايه جميل وشكله يفتح النفس. بألف هنا وشفا، يا رب يكون عجبكم. بألف هنا وشفا، واتمنى يعجبكم وتدعموني ومتنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.